السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة استكمالا للفيديو اللي فات هنكمل الأسئلة اللي بتيجي في الانترفيوهات بتاعة البنوك والشركات. يعني الأسئلة دي عبارة عن 30 31 سؤال تقريبا، بيجي منهم 90% من البنوك و50% منهم بيجي شركات. الأسئلة اللي هي البيرسونال وكلمني عن نفسك وانتروديوس يور سيلف، واللي هي الأسئلة العامة دي تيجي في أي انترفيو، سواء شركات سواء بنوك سواء أي مكان هتروح تقدم فيه طبيعي هتتسأل الأسئلة اللي احنا شرحناها اللي كانت في بارت 1. النهاردة هشرح الجزء الثاني من الفيديو، واللي هو هبدأ من السؤال 17. هشرح هقول السؤال بيتقال ازاي وطريقة الإجابة، هديك هنت بسيط وهسيب لك انت الباقي ان انت تشرح براحتك في السؤال وتغير فيه في الإجابة وتغير فيها. ولكن يا ريت ما نقولش إجابة اسطمبة محفوظة كل الناس قالتها قبل كده. يا ريت تحاول من نفسك كده تفكر في إجابة تكون كرييتيف وتقولها في الانترفيو. فأنا في حاجات بتبقى ثابتة اللي هي التكنيكال، فاحنا ممكن نقول نقول نفس الإجابة أو نزود عليها من عندنا، نعمل سيرش ونزود عليها وده يبقى أفضل. يا إما نقول الإجابة اللي هي العادية خالص. أهم حاجة بس نجاوب، ما نبقاش داخلين انترفيو مش عارفين السؤال بيقول إيه، أو يسألنا سؤال ونقول ما نعرفش. احنا آخر حاجة وقفنا عندها المرة اللي فاتت كان سؤال 16، إيه الفرق بين حساب الجاري وحساب التوفير. هنستكمل النهاردة من السؤال 17، إيه الفرق بين الشيك والكمبيالة. وادي الإجابة اهي. ايه الفرق بين الشيك والكمبيالة؟ الشيك وسيلة دفع فورية، يعني بتروح بالبنك، بتروح بالشيك البنك وبتوديه هناك، بتديلهم الشيك بتاخد دفع فوري، فبيدفع لك على طول القيمة بتاعة الشيك. الكمبيالة بتتحدد بميعاد مستقبلي للدفع، يعني بيبقى مكتوب عليه تاريخ استحقاق، ما ينفعش ان احنا نصرف الكمبيالة دي قبل او بعد تاريخ الاستحقاق بتاعها. فده الفرق ببساطة بين الشيك والكمبيالة. في السؤال 18 بقى اللي بعده بيقول لك ايه المستندات المطلوبة عشان تاخد قرض. اول حاجة بطاقة رقم قومي، تمام، اثبات دخل او مفردات مرتب، ايصال مرافق حديث. ايصال مرافق ده بيكون عبارة عن ايصال كهرباء او مية. تيجي بقى ندخل على السؤال اللي بعده. نيجي للسؤال اللي هو احنا جاوبنا طبعا سؤال 18 ايه المستندات المطلوبة عشان تاخد قرض شخصي. 19 ازاي تتعامل مع عميل مش راضي عن الخدمة، اللي هي العميل الغاضب. السؤال ده دارج قوي وبيجي في انترفيوهات كتير، سواء شركات سواء بنوك. هو في السؤال ده هو مش عايز يعرف انت هتتصرف ازاي او هتقوله الإجابة الدارجة اللي كل الناس بيقولها هسمعه وهفضل أهديه. الإجابة دي بصوا يا جماعة بقت كليشيه جدا، و90% من الناس بيقولوها، ولما انت بتقول الإجابة دي بيبان عليك ان انت حافظ مش فاهم. فهو بيسألك السؤال مش عايز منك إجابة محفوظة، هو عايز يشوف البادي لانجوج بتاعتك، انت بتتكلم ازاي، بتتكلم بثقة ولا لا، بتهدهد في الكلام، بتقول إجابة creative ولا لأ. فأنت حاول تقول حاجة من عندك، حاول ما تقولش الإجابة اللي هي المحفوظة دي اللي أنا قُلتها. فأنا هاقول لك مثلًا مثال تجاوب إزاي. فأنا هاقول لك ببساطة كده، الإجابة دي من عندي كده اعتبروها هدية، تمام. الإجابة دي ما اتقالتش قبل كده في interview، وبس حاولوا بقى ما حدش يقولها بالنص، أو عايزاكم تجاوبوا حاجة شبهها، عشان لو كل اللي بيسمع الفيديو ده راح قال نفس الإجابة فده إن هي برضه إيه، إن هي محفوظة، إجابة محفوظة وهتبقى اتهرست. فالإجابة ممكن تقول له والله أنا 90% من الناس اللي أنا باتعامل فيها في شغلي الحالي أو شغلي القديم كان الناس كلها العُملا كلّهم يعرفوني، وكنت build good relation، وكنت بابني علاقات كويسة مع العُملا، والعُملا عارفينّي وكان بييجوا يهزروا معايا وبياخدوا الخدمة وهُم طالعين راضيين جدًا. فنادرًا لمّا كان بييجي عميل متعصب مثلًا عن الservice، فأنا ما فيش حد دخل متعصب أو يكاد يكون مش فاكر أوي إن هو حد دخل متعصب. حتى اللي دخل متعصب دخل أنا راضيته واديته وحليت له مشكلته واديته كمان service هدية عليها. فالإجابة دي أنت ممكن تاخد منها إجابات فرعية، ممكن تزود عليها شوية كلام وتقولها. دي الإجابة بالنسبة لي مش كليشيه ومقبولة.
هاقول لك بقى الإجابة اللي هي الدارجة برضه ممكن تاخد إجابتي، والإجابة اللي هي دي بتاعة السؤال العادية، حاول تدمجهم أو حاول تجيب حاجة شبههم وتقولها، بس حاولوا يا جماعة ما تقولوش إجابات محفوظة. بُصّوا كده الإجابة بتقول إيه، إزاي أتعامل مع العميل، هاسمعه كويس، هافهم مشكلته وأوضّح له الحلول المتاحة، أحاول أحل المشكلة. أنت ما تقولش دول 3 كده اسطمبة، هاسمعه كويس، هافهم مشكلته وأوضّح له، ما تقولهاش كده أبدًا، اوعى. أنت هو قال لك الsteps بتاعتها هتعمل إيه، أنت بقى مع نفسك تقعد وتشوف لو حصل موقف، حُط نفسك في موقف، شوف هتسمعه إزاي، هتعمل إيه، هتنصت له إزاي، إيه الحاجة اللي هتعملها، إيه الكلام اللي هتقوله، وحاول تجمّع ده في موقف وتحكيه في الinterview. لو أنت قُلت موقف حصل لك قبل كده في الشغل وأنت حليت المشكلة دي للعميل وربطت له ومشيت على نفس الsteps دي، وإن أنت سمعت العميل وقُلت في الموقف أنت سمعت العميل وفهمت مشكلته ووضّحت له الحلول وحليت له في مشكلته في أسرع وقت والعميل طلع راضي واديت له موقف على ده حصل معاك بالفعل، فأنت كده 100% ونجمة. الإجابة بتاعتك 100% صح و100% مقبولة. بلس بقى اللي هي الbody language، طريقتك في الكلام، طريقة قعدتك وأنت بتتكلم، كل ده. طبعًا الإجابة دي من الإجابات أو sorry دي السؤال ده من الأسئلة اللي هي بييجي في شركات كتير وفي وظايف كتير وفي انترفيوهات كتير، بغض النظر عن المكان اللي أنت رايح تمتحن فيه، سواء بنوك أو شركات زي ما قُلت في الأول. بعد كده السؤال اللي بعده، سؤال 20، إيه طرق تقييم العميل قبل منحه القرض؟ بُصّوا يا جماعة الأسئلة الtechnical دي نذاكرها في حالة إن أنت داخل interview bank، وبتبقى احتمال بنسبة 50% تيجي و50% لأ. اللي نركّز عليه أكتر الأسئلة الpersonal، بس برضه لازم يبقى عندنا فكرة عن كل حاجة في البنك وأنا داخل، مش كل حاجة باستفاضة ولكن باختصار، تبقى عارف الحاجات البسيطة والحاجات اللي هي الشائعة، عشان ما يبقاش أنت داخل مش مهتم بالشغل ده، تبقى عارف أنت لو عارف حاجة بسيطة جدًا وجاوبت بيها في الinterview، اللي بيعمل لك الinterview ده هيبقى منبهر جدًا، هو عارف إن أنت مش متخصص في المجال ده وإن أنت لسه عايز تدخل، بس plus إن أنت تزوّد المعرفة بتاعتك بحاجات بسيطة عن الوظيفة دي، ده بيفرق جدًا في الinterview. ندخل على السؤال اللي بعده، إحنا قُلنا إيه طرق تقييم العميل قبل ما ندّي له القرض. ثانية بس هنبدأ دلوقتي في الإجابة، ده طبعًا من الأسئلة الtechnical. فالإجابة بتاعة سؤال 20 هيقول لي إيه هي طرق تقييم العميل قبل ما نمنحه القرض. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بنستعلم على العميل ونشوف الموقف بتاعه والآي سكور بتاعه يسمح إن أنا أديله السيرفيس دي ولا لأ. وبعد الاستعلام ببدأ في البروسيس بتاعتي أو اللي هي ببدأ في الإجراءات بتاعة القرض. ده كده بالنسبة للسؤال 20. سؤال 21، إزاي تقنع عميل ياخد قرض؟ طبعًا الإجابة أنا كاتبة الإجابة بتاعتها بس مش كاملة، عشان أنا هاقول في حاجات لازم أنا أقولها. أول حاجة لمّا حد يسألك سؤال زي ده ما تتسرعش وتقول له هاشرح المزايا وقُل له العيوب و لأ طبعًا. إحنا لمّا بنيجي نبيع عمومًا ما بنبادرش إن إحنا نفرش زي ما بيقولوا كده نفرش كل الورق بتاعنا، لأ، بنستنى نشوف العميل هو إيه الneed بتاعته، هو عايز ياخد القرض ليه، وهياخده عشان يعمل بيه إيه، وعلى أساس ده أنا بادّي له الحاجة القرض المناسب ليه، واشرح له المزايا والعيوب. طبعًا القروض بتختلف سواء قرض شخصي، سواء قرض بضمان شهادة، أو سواء قرض مشاريع. فأنا باشوف العميل هو محتاج إيه، وعلى الأساس ده أنا بادّي له القرض اللي هو محتاجه. تمام. وبعد كده أنا بابدأ باقول له إيه هي المزايا وإيه هي الشروط بتاعة القرض وإيه الفايدة، وهو بيسألني طبعًا العميل بيسألني أنا هادفع كام وهيستقصد منّي كام، كل ده أنا بابدأ أشرحه بعد طبعًا ما آخُد المعلومات من العميل هو محتاج القرض ليه. فأنا هاحتاج بس هاقول له إن أنا هاعرف العميل هو محتاج إيه بالضبط،
وعلى الأساس ده أنا بديله الكارد اللي هو محتاجه. هو مش محتاج مني إجابة زي ما قلت باستفاضة، ولكن هو عايز يعرف أنا خلفيتي إيه عن البنك، خلفيتي إيه عن قروض، الحاجات اللي هي اللي بتبقى شائعة. ندخل على السؤال اللي بعده، ايه هي أهمية تقرير اي سكور في منح القروض؟ هو ده اللي أنا كنت بقول عليه في السؤال اللي هو بيقول ايه، ثانية، ايه ازاي تعمل مع عميل مش راضي، ازاي تعمل مع عميل، ايه طرق تقييم عميل، ايوه اللي هو في السؤال 20، ايه طرق تقييم العميل قبل منح القرض؟ قلت دايما بنعمل له استعلام على الاي سكور بتاعه. فممكن يقولك ايه هي أهمية تقييم الاي سكور في منح القروض؟ ناس كتير بتسمع كلمة اي سكور اي سكور مش فاهمة هو ايه ده. تعالوا نشوف هو ايه الاي سكور. فالتقرير ده باستفاضة جدا، التقرير ده بيبقى عبارة عن معلومات عن العميل، بيبقى فيه رقم قومي، اسم العميل، هل هو خد قروض من بره، لو خد هو بيسدد ولا لا، ايه القيم بتاعة الاقساط بتاعته. كل ده بيبينه التقرير بتاع الاي سكور، وعلى اساس التقييم ده او التقرير ده انا بديله القرض. لو انا لقيت العميل ده مثلا التقرير بتاع الاي سكور مبين ان هو واخد قروض من مكان تاني ومش مسدد او عليه مديونية، ف... فانا على اساس التقرير ده بفكر بشوف انا هديله ولا لا. بس ده باختصار كده باستفاضة، انا مش عايز اي اجابة او مش عايز اي كلام زيادة عن الحتة دي بس. ده كده بالنسبة للسؤال 22. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده، هو 23، ايه الفرق بين الفايدة الثابتة والفايدة المتغيرة؟ الفرق، اول حاجه الفايده الثابته دي لما انت بتيجي تاخد قرض هو بيحدد لك نسبه معينه، بيقول لك ان زي مثلا القرض هيتحسب لك فايده عليه 5%، فانت بتفضل ال5% دي معاك لحد ما تخلص القرض. ده بالنسبه للفايده الثابته. طب بالنسبه للفايده المتغيره، لا هو بيقول لك ان انا هديك القرض ده فايده متغيره، هيتغير على اساس سعر الفايده في السوق. يعني لو البنك المركزي آه، نزل سعر الفايدة، فهو سعر الفايدة على القرض بتاعك هينزل، لو زاد فهو هيزيد. تمام، دي ليها عيوب ودي ليها عيوب، دي ليها مميزات ودي ليها مميزات، وعلى الأساس ده فهو بيبقى فيه النوعين دول من الفوائد. تمام كده بالنسبة للسؤال 23 ده خلص. أنا من الإجابات دي باستفاضة جدا، أنا مش عايزة نحط فيها مجهودنا كله. انت لو خدت فكرة عن حوالي 50 سؤال أو 70 سؤال باستفاضة، أفضل من أنت بتحفظ مثلا 10 أسئلة وما يجيش منهم حاجة إن أنت تعرف فيهم كل حاجة. تمام، ندخل على السؤال 24، إيه هو معدل ال APR؟ أظن ناس كتير سمعت أو شافت بوست قبل كده بيقولك إيه هو معدل العائد السنوي APR. فهو إيه معدل العائد السنوي؟ هو التكلفة السنوية الشاملة للإقراض. يعني إيه التكلفة السنوية الشاملة للإقراض؟ يعني الفايدة بتاعة القرض بتاعتك بلس الرسوم الإدارية بتاعة البنك، يعني التوتال المصاريف كلها اللي بتتحسب عليا على المبلغ اللي أنا هاخده قرض. كده ده بالنسبة للسؤال 23 وال24. بصوا يا جماعة، يا ريت لو حد بيتفرج على الفيديو ده تمام يجيب ورقة وقلم ويكتب كل الإجابات اللي أنا بقولها باختصار أو على حسب ما هو بيفهم، عشان يعرف بعد كده لما يجيله انترفيو إن شاء الله يبقى الأسئلة كلها جاهزة معاه. ويا ريت يعني الناس، حتى الناس اللي الامتحان بتاعها مش قريب، لا لازم تكتب الحاجات دي كلها في ورقة، ولما يجي إن شاء الله الامتحان حتى لو قدامها يوم أو اتنين لو بصت على الأسئلة دي بس، فيبقى الموضوع معاها سهل جدا إن شاء الله. تمام، ندخل على السؤال اللي بعده اللي هو 25، ازاي تتعامل مع عميل رافض عرض القرض؟ بس يا جماعة السؤال ده ملوش لازمة. أنا معلش لو أنا عميل جاي عندي وأنا عرضت عليه إن هو ياخد كارد وقلت له العروض اللي عندنا والفايدة، بالنسبة للفايدة مثلا دلوقتي كويسة أو لأ، هو العميل رفض، أنا خلاص أنا مش هحاول إن أنا أبيع له أو إن أنا أديله السيرفيس. هو ما عندوش النيد، لو أنا العميل ما جاش هو ما عندوش النيد تجاه السيرفيس دي، فهو ممكن ياخد السيرفيس أصلا وهو مش راضي عنها، فهو خلاص مش محتاج، خلاص أنا مش هبذل أي مجهود إن أنا أديله سيرفيس هو مش محتاج. ندخل على السؤال اللي بعده، ايه هو التحصيل او ايه هو الكوليكشن في البنوك وازاي بيتم التعامل مع العملاء؟ بصوا في اسئله ملهاش لازمه وسط الاسئله دي، شايفه ان هي حشو. ايه هو التحصيل كوليكشن؟ التحصيل ده ان هو بيبقى فيه ناس بيبقى عليها قروض وتبقى مثلا عليها متأخرات وتجاوزات،
التحصيل ده هو عبارة إن في ناس بيبقوا متخصصين في الموضوع ده بينزلوا بيجيبوا المتأخرات أو بيكلموا العميل حاولوا مثلا يجيبوا منه القسط عشان ما يحصلش ضرر بعد كده أو يبقى من المتعثرين. ده بالنسبة لسؤال 26. أنا مش شايفة إن هو مهم ونادرا لما يتسأل، فندخل على السؤال اللي بعده، الأسئلة الموقفية، ودي برضو من الأسئلة المهمة والدارجة واللي بتيجي في بنوك وشركات. منهم سؤال 27، إزاي تتعامل مع عميل غاضب وبيزعق بسبب مشكلة في حسابه. طبعا احنا قلنا ايه في السؤال اللي فوق؟ احنا قلنا حاجة كده شبه الإجابة شبه السؤال ده. سوري، احنا قلنا جاوبنا على سؤال شبه السؤال ده، ازاي تتعامل مع العميل الغاضب. طبعا يا جماعة قبل ما اجاوب اي اجابة من الاسئلة الموقفية دي بتعتمد عليك انت، على شخصك. لو انت مر عليك موقف شبه مثلا شبه المواقف اللي انا بقولها دي، فانت هتقول والله انا حصل لي موقف وانا في شغلي القديم، وجاني عميل فعلا غاضب وزعق، كان في مشكلة مثلا في السيرفيس اللي خدها، وانا حليت الموقف بواحد اتنين تلاتة. وحاول تبقى منظم وحاول تقول اجابة منطقية. ده بالنسبة للناس اللي هي كانت بتشتغل قبل كده وعندها experience، الموضوع بيبقى بالنسبة لهم أسهل. فأنت هتقول مثال أنت حصل معاك بالفعل، وهتقول أنت المفروض تعمل إيه. لو أنت لسه fresh grad وكنت مثلا مشترك قبل كده في student activity، فأنت هتقول مثلا موقف حصل خلاف بينك وبين حد في ال student activity، وكان زعلان وبيزعق وشايف إن أنا جاية عليه أو جاية على حقه، وأنا والله هندلت الموضوع بواحد اتنين تلاتة، والموقف ده شبه الموقف ده. فحاول تربط الأحداث ببعضها وتديله مثال، وهتقول له أنت لو حصل الموقف ده معاك في المستقبل هتعمل إيه. فاحنا طبعا هنقول الإجابة اللي هي أنا قُلتها قبل كده، هنسمع العميل كويس جدًا، ونحاول إن إحنا ما ناخدش في الشغل أي حاجة على شخصنا، وحاول دايمًا تحط نفْسك مكان العميل، وحاول تسمعه على قد ما تقدر، وخلّيه يقول كل اللي عنده، خلّيه يقول كل اللي عنده، وبعد كده ابدأ في حل المشكلة، وحاول تحل له المشكلة في أسرع وقت. تمام؟ ده بالنسبة كده لسؤال 27. الأسئلة الموقفية دول يا جماعة مش أسئلة template ولا الإجابات بتاعتها هي بس أنا باحاول أغششك كده الإجابة وممكن تجيبها إزاي بالضبط. تمام؟ أنا مش عايزة أدّي إجابات تتحفظ، فأنا مش هاقول يا جماعة إجابات تتحفظ، هاقول لك تعمل إيه أو تقول إيه، أو هاغششك طريقة الإجابة بس مش أكتر. تمام؟ 28، هتعمل إيه لو مديرك طلب منك تحقق target معين أو هدف معين في وقت قليل جدًا؟ السؤال ده بيتسأل في أي حاجة ليها علاقة بالسيلز، شركات. بقوا دلوقتي طبعًا 90% من الشركات كلها بتعتمد على السيلز والمبيعات، فأنت السؤال ده مش هتقدر تتخطاه ومش هتقدر تهرب منه، فهو وراك، وأنا هاقول لك بقى هاغششك إزاي تقدر تجاوب عليه بكذا طريقة. الطريقة الأولى بالنسبة للناس اللي كانت شغالة قبل كده وعندها experience واشتغلت سواء في سيلز في أي مكان برّه، أول حاجة تحضّرها بسم الله الرحمن الرحيم موقف حصل معاك. هتقول له أنا هاقول مثال، يا ريت ما ناخدش المثال ده ونغشه عشان الموضوع بيبقى مقفوش زي ما قُلت لكم. مثال، أنا شيماء كنت شغّالة في شركة س، كان عندي هدف إن أنا أبيع 25 25 كان الهدف بتاعي مثلًا 25 أبيع من المنتج اللي كان شغّال فيه الشركة اللي أنا كنت شغّالة فيها. فأنا جه عليّا لحد يوم 15 في الشهر وأنا ما بِعتش أي حاجة وأنا زيرو مبيعات. أو المدير كان حاطط لي إن أنا أبيع الحاجة دي في 5 أيام أو 10 أيام، بس هي الوقت الفعلي بتاعها تتباع في 30 يوم. فأنا عملت إيه، أنا جِبت ال25 دول على ال5 أيام اللي هم اللي ادّاهم لي المدير، وقسّمت ال25 دول على ال5 أيام، لقيت إن أنا الtarget بتاعي المفروض أحقق 5 في اليوم. فأنا عشان عارفة إن في أيام بيبقى فيها زيادة، وفي أيام هابيع ب5 بالضبط، وفي ناس وفي أيام هابيع أقل، وفي أيام هابيع أزيد، فأنا تارجتت إن أنا أبيع مش 5 في اليوم، لأ أبيع 7. فبقيت على ده الحال، أول يوم عملت 6، تاني يوم عملت 4، تالت يوم عملت 3، وهكذا. في أيام كنت بأوفر فيها، في أيام كنت باقل عن التارجت بتاعي، لحد ما جيت بعد ال5 أيام لقيت نفسي عملت التارجت بتاعي.
كده أنت كسبته، أنت كده قُلت له موقف حصل معاك بالفعل، وإن المدير بتاعك طلب معاك في وقت قصير، وإن أنت خطّطت للهدف بتاعك وحسبتها وحطيت target ليك يومي ومشيت على الtarget ده وحققته. ده مثال طبعًا لشيء، فإحنا هنشوف حاجة شبهه حصلت معانا ونقول ده بالنسبة للناس الexperience. تمام. بالنسبة للناس الfresh، عشان تبان إن أنت ذكي أوي، ما تبدأش في الإجابة على طول. هو بيقول لك هتعمل إيه لو مديرك طلب منك تحقق target معين أو هدف معين في وقت قليل جدًا؟ فأنت واحد فريش ممكن يحتار، ممكن يسكت، هيقول طب إيه هو الهدف، إيه هو الtarget. ما تتكسفش إن أنت تسأل، اسأل اللي بيعمل لك interview. طب قُل له طب ممكن تدّيني مثال على target أو حاجة معيّنة أنت محتاجها منّي، إن أنا أخلّصها في وقت معيّن، وأنا على أساس الإجابة اللي أنت هتدّيها لي، أنا هاقول لك بالضبط إيه هي الخطوات والprocess اللي أنا هامشي عليها. أنت كده بيّنت له إن أنت إنسان عقلاني جدًا، فاهم جدًا، مش بتجاوب وخلاص، وساعدت إن أنت تقلل من التوتر بتاع السؤال. يعني هو لمّا بيسألك السؤال ده وأنت بتتصدم أنت مش فاهم حاجة، في ناس ممكن تقول لك أنا مش فاهم السؤال، في ناس تقول لك ممكن توضيح أكتر، في ناس هتسكت هتاخد السؤال وتتصدم وتتعلسم في الكلام وتتوتر، فكل ده مش صح. اسأل يا جماعة، اسألوا، ما تتكسفوش تسألوا اللي بيعمل لكم الinterview. فهو هيقول لك هتعمل إيه، فأنت قُل له لأ ادّيني مثال وأنا على أساس المثال ده هاجاوبك، فهو هيدّيك مثال وعلى أساسه تبدأ تقول الإجابة اللي أنا قُلتها بالنسبة للناس الexperience. والله أنا هاقسّم وقتي، هاشوف الtarget ده قد إيه، هاحاول أعمل لي target يومي وهامشي عليه. حاول بقى تزوّد شوية كلام من عندك. ده كده بالنسبة للسؤال ال28. تعالوا بينا ندخل على السؤال ال29. إزاي تتصرّف لو عندك مستهدف مبيعات ولازم تحققه قبل نهاية الشهر بس العملا مش مهتمين؟ السؤال ده للوهلة الأولى تحس إن هو صعب جدًا، وتحس إن أنت مش هتعرف تقول إيه. بس السؤال ده بسيط جدًا، هتقول له ببساطة لو أنا خلاص عندي مستهدف ولازم أحققه قبل نهاية الشهر ومش لاقي حد مهتم بالمنتج بتاعي، هابدأ أدوّر في دايرة معارفي، هابدأ أدوّر في المعارف القديمة اللي كانت في شغلي القديم. فتيجي فدي كده الإجابة باختصار. لو ما فيش حد من العُملا بتوعي مهتمين، هادوّر على عُملا مهتمين في دايرة معارفي، في دايرة صحابي، في دايرة شغلي القديم، وأحاول أشوف عُملا مهتمين وأبدأ أخلق عندهم الneed بالproduct ده، وأبدأ أشرح مميزات الproduct بتاعتي وأعرضها على أكبر فئة مستهدفة أقدر أوصل لها. ده كده باختصار. سؤال 30. لو اكتشفت إن الزميل بيعمل حاجة مخالفة للقوانين هتتصرف إزاي؟ لو الحاجة دي مؤذية والضرر بتاعها كبير أوي سواء عليه أو على الزملا هابلغ فورًا طبعًا. لو الحاجة دي الضرر بتاعها مش جسيم ومش بيضر حد أو الضرر بتاعه مش كبير أوي، فأنا هانبهه أول مرة، تاني مرة هابلغ الإدارة. ده باختصار كده. 31. إيه رد فعلك لو عميل قدّم لك مستندات مشكوك فيها عشان ياخد قرض؟ طبعًا السؤال ده مهم جدًا، فأنت هتقول له بالترتيب كده. أول حاجة هامشي تبع السياسة أو الpolicy بتاعة الشركة أو البنك اللي أنا شغال فيه، هامشي على سياسة البنك أو سياسة الشركة. تاني حاجة هاخد الحيطة والحذر، وهاحاول أرفع المستندات للجهة المختصة تراجعه، وهاحاول بكل احترافية أتعامل مع العميل لو المستندات دي مشكوك فيها، وهاحاول أتعامل معاه بكل احترام واحترافية. ده كده الرد المثالي والمختصر. أنا جمعت لكم يا جماعة أكتر 30 سؤال ممكن يتسألوا في أي interview سواء بنوك سواء شركات، ولكن الملف ده أنا بالنسبة لي معمول أكتر للناس اللي هي هتدخل انترفيوهات بنوك وبيبقى شامل أكتر كل حاجة. فأنا دي كل الأسئلة اللي قدرت أجمعها، وده يعتبر الجزء الأخير في أسئلة البنوك. لو عندك أي سؤال إضافي أو أي سؤال أنا ما قلتوش فقوله لي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هدخل أجاوب على كل الأسئلة اللي عندي في الكومنتات. وإن شاء الله حابة أعرف إيه الفيديو اللي انتم محتاجينه الفترة اللي جاية،
فمحتاجة بس تقولوا لي في الكومنتات. أنا كده خلصت الفيديو. طبعا محتاجة منكم السبسكرايب الجميل واللايك الأجمل، ولو في أي سؤال اكتبوا لي في الكومنت. السلام عليكم.